الله حياك حبيبي، كيفك؟ كما إن شاء الله اتفقنا بدنا نشيل الألقاب على الخاص، أكيد. باسم ونور، أي نعم. مشان تمام. نرتاح يعني. أي نعم يا سيدي، طبعا قدرك أكبر من هيك ولكن لا بالعكس، لا هي مي بالألقاب، هي مو بالألقاب، بالعكس هيك أريحية، والواحد يتحدث بأريحية، وإحنا أصدقاء في نهاية الأمر. فترة صارنا على التيك توك. حياك الله صديقي نور، ومرحبا بيك. آه، طبعا الآن راح نبدأ نتعرف على الصديق الأستاذ الفنان نور، لكن راح أشرح لكم بداية. أنا متفق مع نور أنه ساعتين. للأمانة هو لا زال خارج من وعكة صحية، أو عم يتدلل علينا، ما أعرف، راح نكتشف الآن خلال الحلقة. تمام. أنا ما فأول بعرف ساعة بس عن جد وعكة صحية صار لي شيء 4 5 سلام. أيام. بتخف وبترجع، بتخف وبترجع. سلامتك اليوم شان. أحسن شوي، ولكن لسه صوتي بالذات تعبان لأنه لسه عم بعطي دروس وأنا عندي على هاي الوعكة. الله يقويك ويحفظك ويزيدك رفعة ويعني الله شهرة. الله راح يسلمك. يكون أول ساعة تقريبا. عنوان حلقتنا مثل ما ذكرنا الفن، أو الثورة، أو الفن في زمن الثورة، وبشكل عام نتحدث عن الفن الوطني أو الأغنية الوطنية. ثم في الساعة الثانية ناخذ مداخلات من الجمهور، وبعدين إن ما بدنا نرهق صديقي نور، نتركه يرتاح. تمام. تمام. طيب بداية نتعرف على نور بازرباشي. عم ألفظ الكنية صح؟ أي نعم 100%. طيب، من هو نور بازرباشي؟ أولا الإنسان، ثم الفنان. طيب يا سيدي، هلا أنا يمكن ما بعرف كثير، شوي يعني ضعيف بالالفاظ او بهي البروتوكولات يعني، بس لا انا لا رح لا لا، اكون احنا على التيك توك مو على التلفزيون. احنا على التيك توك مو على التلفزيون، خذ راحتك. تمام يا سيدي. هلا بداية مساء الخير على الجميع، مساء الخير لكل الناس الحلوين اللي عندك، وشكرا لكل مين عم يرسل لنا التحيات واللي عم يعلق لنا تعليقات حلوة بتشبهه اكيد. شكرا لكم جميعا، وان شاء الله تكون هيك سهرة يعني دمها خفيف عليكم. اي نعم، مثل ما قال بساط احمدي. نور بازرباشي، من دمشق من سوريا. آه، جيت على مصر من 12 سنة، كانت الأزمة على أشدها، وكنت معتقل قبلها بفترة يعني. اعتقلت أنا واعتقل أخي، هذا السبب اللي خلانا نهج مثل ما بيقولوا، إنه يعني نشمع الخيط ونمشي قبل ما يصير شيء أكبر من هيك، لأنه كلياتنا بنعرف كيف كان الوضع وكيف كان لا زال الوضع إلا قبل كم شهر والحمد لله. المهم، أنا ليش عم خصص بالذكر هالقصص؟ لأنه نحن أساسا حديثنا عن موضوع الثورة والفن في زمن الثورة. هلأ هي بالنسبة إلي، أنا خريج فنون جميلة من مصر، كنت درست بسوريا وكملت بمصر. قبلها لأنه أنا خدمت جيش بسوريا والحمد لله تسرحت، كنت آخر دورة تسرحت، والنعم منكم يا سيدي. كنت آخر دورة تسرحت قبل ما يبتدوا يصير الجيش 5 سنوات و7 سنوات وإلى ما لا نهاية. فأنا كنت الدورة الأخيرة اللي هي 101 اللي تسرحت بالجيش قبل ما يشتغلوا احتفاظ بباقي الدورات. فلحقت انه طلعت بال 2011 بالضبط بظل الثورة، ببداية الثورة. طلعت من الجيش وابتديت فنون جميلة. قبلها كنت دارس معهد مصرفي سنتين ومتخرج كمان من المعهد المصرفي. وأنا طول هالفترة كنت ملازم للموسيقى يعني، بس كانت بالنسبة إلي حتى مع أني عم بدرسها بمعاهد خاصة، ولكن بالنسبة إلي كانت هواية، ما كانت مهنة أمتهنها يعني. لكن في شغف جواتي تجاه الموسيقى. هلأ إذا بدنا ندخل على الفنان، إذا كان إن شاء الله يعني ذكر الفنان يليق فينا إن شاء الله. والله يليق فيك، ليش الله ما يليق فيك؟ يليق يبارك فيك فيك يا ونص. سيدي. الله يعزك يا سيدي. ف خلينا نحكي بظل الثورة، يعني نخصص بظل الثورة. تمام، الثورة ممتاز. كان عندي صديق، لهلا صديقي طبعا يعني، بس هو للأسف ضل بسوريا هالفترة كلياتها. يمكن مو للأسف، يمكن هي شغلة منيحة بحقه، لأنه عرف يتعامل مع الوضع سابقا ولحد الآن. هو طبيب عينية اسمه أيمن المغربي. مه. آه هذا الصديق كان بالبداية لسه موارب. ليش؟ لأنه يعني نحن داخلين على شيء
كتير كبير وشيء أكبر حتى من ثقافتنا اللي تعودنا عليها بظل النظام. لأنه النظام لما سوى لنا فكرة الثورة، سوى لنا الثورة عن طريق ثورة الثامن من آذار اللي هي كلياتها يعني اللي هي انقلاب أساسا. ولكن نحن هيك فكرنا عن الثورة، ففكرنا كتير محدود. عدم المؤاخذة مع احترامي للكل، عم بحكي عن محيطي أنا الشخصي يعني. فكرنا عن الثورة كتير محدود، وما كان في أساسا يعني كلياتنا كنا نقرأ كتب وكنا نعمل وكنا نساوي بحكم وجودنا وبحكم حبنا شوي، عنا شوية شغف للقراءة. فكنا نقرأ كتب، بس ما كانت متاحة أساسا بالأسواق كتب عن الثورة. وأنا متأكد لو كانت متاحة ما كان عنا هذا الفكر. يعني كانت مثلا ينحكى عن الثورة الفرنسية، ينحكى عن الثورة العربية الكبرى، الثورة السورية الكبرى، لكن السياق اللي كانت تذكر ضمنه كانت تذكر ضمن سياق العدو الأجنبي، العدو الأجنبي، العدو الأجنبي. تمام. وبلا مقطوع الكلامك، يعني حتى لو كما ذكرت وجدت هاي الكتب، احنا كنا نعيش في بيئة قمعية، بيئة خوف، بيئة رعب. فيعني حتى الإنسان لا يجرؤ أن يقرأ كتاب معارض أو يستمع لقناة معارضة. يعني طبيعي كلامك صعب. يعني قلة قليلة من اللي دفعوا الثمن في السجون هم اللي كانوا تجرؤوا على الخروج عن الطوق، لكن كان الثمن سجن وموت وتهجير. يعني أنت ذكرت أنه أنا حتى هربت من قبل ما تبدأ الثورة لأني عانيت من قبلها يعني. لا، أنا هربت بعد، يعني أنا هربت بال 2012 مشان بس يعني في البدايات. بالبدايات تماما بالضبط. لأنه عانينا أنا وأخي، حتى أخي اعتقل مرتين يعني. بس وقت اعتقل أخي كان اعتقاله لسه ألطف شوي، كانت لسه يعني ما كانوا عفوا أنا نسيت. إيه، حطوا صامت، ما في مشكلة، خذ راحتك خذ راحتك. تمام. وقت اللي اعتقل أخي لسه كانوا يعني شوي ما كان في هذا القمع الشديد، يعني كانوا لسه خايفين من ردة عم يراعوا الناس شوي. إيه يعني بنسبة خلينا نقول 50%. صحيح. وبعدين فتحوا الطاق على الآخر وبلشت يعني بلشوا الزعران يعني ينتشروا. المهم يا سيدي الكريم، فمثل ما تفضلت بظل كل هالقمع ما كنا حتى بنقدر يعني إنه يعني حتى لو كان عنا شوية ثقافة عن الثورة ما كانت موظفة، ما كنا بنعرف نوظفها صح. فاجت الثورة، وصديقي زمان كان بيكتب شيء عاطفي، يعني كنا أنا وياه مثل هيك يعني نحاول إنه نعمل شيء فني هيك، مثل شباب ملمومين على بعض بيحاولوا يعملوا شيء، هو يكتب وأنا لحن. ف سيد باسم أنت معي؟ سمعانك. إيه. سمعانك. فبهالفترة كان هو لسه يعني ماله الرؤية ماله واضحة بالنسبة له، بالنسبة لنا كلياتنا يعني عم نحاول انه الحمية ما تاخذنا بعيد بحيث انه نضر نفسنا، انه بركي نحن على غلط يا اخي. لانه شغلة غريبة بتصير عنا، يعني هيك نظام قمعي، يعني انت فجأة تخطر ببالك انه هو على خطأ وكذا وكذا وكذا، وانه البلدان ما بتمشي بهالسياسة، بتكون شوي صعبة. المهم يا سيدي، فبعدين سرعان يعني خلال شهر سرعان ما هو دغري انضم للثورة عن طريق طبعا كانت كمان طلعاتنا عن طريق المظاهرات الطيارة، والكترونيا عن طريق الفيسبوك وكذا وكذا وكذا. المهم فقررنا أنا وياه نعمل شيء مع بعض. فأنا كتبت هي وأنت في دمشق الشيء هذا. نعم تمام. قررنا نعمل شيء مع بعض بس بأسماء مستعارة. حلو. حتى لهلا موجودة على اليوتيوب موثقة، يعني في أغنيتين من كلماته وألحاني. كنا باسم دور باند، يعني فرقة باب، كنا تحت هذا المسمى عم نشتغل. تمام. طبعا عملنا بس أغنيتين، أي نعم، وللأسف ما لحقنا. كنا يعني عم نحاول بإمكانيات كتير بسيطة، اللي هي جيتار ومايك تبع اللابتوب وهيك يعني. طيب خليني أستوقفك هون. كونه قلت في أغنيتين، هل لازلت تحفظ شيء منهم؟ والله إيه. طيب يا ريت سمعنا واحدة مشان نسوي تمازج بين الحوار والموسيقى يعني. والله أنت إدارتك للحوار إدارة جميلة جدا. لا لسه ما شفت شيء. حبيبي يا نور.
من جوا السجون شرفنا الزمن، قدمنا الكرامة هدية للوطن. رسايل كتيرة فيها كلمة صغيرة تصنع ثورة كبيرة، حرية وطن. يا قلبي لا تزعل مهما الزمان يجي، سوريا رح تبقى الشمس اللي ما بتغيب. شوارع بلادي حرية بتنادي، يا رب يا هادي سدد خطاوينا، سدد خطاوينا. عالظلم لا تسأل والحلم رح يكمل، الشام ما بيتبل زهرة وياسمينة، زهرة وياسمينة. الله على الظالم بصوت سوري، بصوت شعب الصمود. والله الحكم نايم عحق لا ما بيموت، لا ما بيموت. حي أنا بلدي أنا عايش الحقيقة، ضد العدا رايح فدا كلمة بريئة. الحرية 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 ضد الغدار انتفضوا ثوار، شهداء في سبيل الحرية ضربوا بالنار، ضربوا ثوار كانوا أحرار. بالثورة السلمية كتبوا نصر الأحرار. ربما حطيت كلام بدل كلام بسبب الكيس. خلي لي اياك، شكرا لك. هاي وين يعني وين هاي؟ والله ليش ما سمعناها يعني؟ وفي الأستاذ علي يقول لك ليش استخدمت الجيتار مو العود؟ يعني في سؤالين في واحد. ايه هي انا لحنتها اساسا على الجيتار بوقتها، فلسه هيك يعني جوها معي، والجو اللي حتسمعوه ضمن باليوتيوب يعني هي مشغولة على الجيتار. طبعا كانت بس مثل ما قلت على الجيتار صوتي، مايك تبع اللابتوب، كلمات والحاني، خلصت القصة. طب ليش ما تعيد تسجيلها هي؟ طيب ليش؟ أغنية جميلة جدا يعني، ليش لا يعاد تسجيلها بشكل في استوديو؟ أعتقد الآن يعني تستطيع يعني في مصر أنك تعمل هيك شيء. والله حتى أنا موجود حاليا بشركة إنتاج بتعامل معها، يعني في استوديو وبنسجل فيه دائما الأعمال، وعم نشتغل على أعمال كتيرة. في منها أغنية حلوة مو مجاملة لك يعني، أنا ما سمعت فيها يعني. حرام هيك أغنية أنه تروح ينساها الزمن يعني، على الأقل خلدها بتسجيل تستحقه يعني. الله يخلي أيامك. والله عم فكر بالموضوع، بس حسيت المنتج وصل. الله حي المنتج. ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ كله تمام من جوه. ايوه ما كنتش سمعتها على فكره، بس لعيونك والعيون نور هنبدا فيها على طول. حبيبي شكرا اجدع ناس اجدع ناس اهل مصر. والله شفت شلون يعني حتى هو تفاجأ فيها، لانه فعلا اغنيه حلوه يعني. بعدين الدخله يعني حتى كلمات الشاب. انت حكيت شغله حلوه، انه كنا نطلع مظاهرات طياره. الكلمات كلمات واحد يطلع مظاهرات طياره فعلا، هيك خاطفها خطف يعني. حلوه جدا. الله يحلي ايامك، شكرا لك. بوقتها حتى انا صرت انه ما اقدم نفسي تجاه اصدقائي، مع انه انا كل الناس تعرفني انه انا بغني وبعزف جيتار، بعزف عود، كنت على قدي بوقتها يعني. فكل الناس تعرفني. فلما دخلت فنون جميلة كانت بظل الأزمة وكنا بالمناسبة يعني الشيء هلا ممكن أعطيك ملاحظة؟ هلا الشباب اللي عندي بيزعلوا من كلمة أزمة، فسميها ثورة، لأنه أزمة هاي تبعت اللي عرفتهم أنت النص نص. نعم صحيح كلامك، والله صح. هلا بيهاجمونا يعني. فخلينا على العفو السليم. معهم أنا معهم 100%. أنا معهم تمام. حتى هلا ان شاء الله الحديث رح ياخذنا انه بقول لك شو صار
إلي مواقف هون بمصر. انا مشان احطك بالصوره، ما راح اتداخل معك كثير يعني. انا راح اتركك تسترسل، واكيد انت محضر. انا هيك يعني انتزع منك انتزاعات معينه يعني بطريقتي يعني، لكن الكلام إلك والاسترسال إلك، خذ راحتك. احنا مو على التلفزيون، احنا اصدقاء عم نحكي، وهذول كلهم اللي معانا يعني ان شاء الله راح يزيد اللايف بعد شوي، هم اصدقاء واحبه لا اكثر ولا اقل يعني. والنعم منهم جميعا ومبسوطين بوجودهم والله. فيا سيدي الكريم، لما دخلت أنا فنون جميلة يعني بالصدفة عرفوا إنه أنا بعزف جيتار. وبعدين يعني بما أنه كانت الدنيا ثورة، فكنا سبحان الله هيك بالحس يعني نلتم على بعضنا هيك، الشلة اللي باينين إنه هدول الشلة لا معارضين بس خايفين يحكوا، معارضين بس يعني بالظل يعني ما حد امم لسه خايفين على حالنا ولسه كذا. وبنفس الوقت يعني بدنا أمورنا تمشي ودراستنا تمشي بحيث إنه ما تتعطل، بنفس الوقت بدنا نحاول نعمل أي نشاط داخلي بحيث إنه ما نبين للصورة. فكانت هيك، فبالفعل كنا نلتم على بعضنا بوقتها المعارضين، وكنا يعني كنت حتى أنا أحسبهم، يعني أنا كنت بهالهوس هذا، مو بس أنا، كثيرين مثلي يعني. ما حقول لك أنا كنت ثورجي، لا أنا كنت عادي مثل كل هالناس، بس كنا هيك نحسبهم، نقول سبحان الله ما بتحس إلا مثلا شي 5 6 من أصل 20 من أصل 30 عنا، هدول 5 6 ملمومين على بعض بيعرفوا حالهم إنه معارضين عفوا مؤيدين، وما حدا بيجي شلل، يصوبهم. شلل، نعم. بالضبط هيك شلل. فبهالفترة عملنا الغنية. هلا ليش أنا ما رجعت سجلتها؟ لأنه حسيت إنه خلص وقتها راح، والحمد لله صار اللي صار، يعني انتصرنا بفضل الله، وإن شاء الله لسه الانتصارات جاية لقدام، فلذلك ما خطر ببالي إني سجلها. لا، بس لازم تخلدها لانه راح تموت يعني، واغنيه حلوه يعني. يعني احنا اليوم يا صديقي نور، هذا سجل للتاريخ. يعني مثلا اغنيه يا حيف الان انت خلص راحت، لكن خلص هي بالتاريخ تسجلت. الأغنية جميلة، لو ما كانت جميلة أنا ما جاملتك، كان قلت لك يعني ما قلنا لك سجلها، لكن فاجأتنا فيها وما حدا سمعها يعني أعتقد يعني ربما مئات أو كم ألف سمعوها. فحرام يعني تسجل للتاريخ وتحفظ في سجلك يعني، لأنه تستحقها يعني. أنت بال2012 إذا أنت من أوائل الناس في سوريا اللي سجلوا أغاني للثورة، فهي تسجل في الأرشيف يعني، تحفظ يعني. يا سيدي والله على كلامك هلا، ومثل ما قال الأستاذ خالد المنتج وصاحب الشركة، فبنسجلها إن شاء الله. حلو، خلص المنتج ما في ميزانية، المنتج طلع على اللايف وقال لك خالصين، خلص. عايز اقول لكم خبر يرجع حصري، يأكد. عايز اقول لكم خبر حصري. نور أيوة. اصلا مجهز قنبله تبكي، يعني انا راجل مصري وبكيت لما سمعتها. حلو حلو حلو. امتى يعني؟ ما بعرف اذا آه، فيه سماعكم حته خلال، بس. لا ما يسمعنا، ما بدنا نحرقها، إذا يحب يسمعنا ما عندنا مشكلة. لا يلا بنسمعكم ليش لا. حلو حلو. يعني إحنا اليوم بدنا نفتح كل الأوراق، ما عاد في شيء مخبى. بدنا نزت الأخضر واليابس اليوم، بدنا نحرق السفن. لما تنزل الاغاني الجميله دي، إيه تمام، طبعا. لازم توصل لكل الناس. لا، وانت لما يعني استاذ نور، لما تنزل الاغاني ايضا احنا يعني بلغنا عشان نؤدي دورنا في نشرها يعني، لانه تستحق يعني. انت قول له على بعيوني الاغنيه إن اللي احنا شاء الله. عملناها عن سوريا. ولي نسبة من التوزيع 1% خيو. لا بجد، إيه ايه طبعا. رايك؟ نحن كمان عملنا أغنية. هلا ما بدنا ننسى وبدنا نكون منصفين بهذا الموضوع، مو لأنه هو موجود، لا هي بالفعل يعني هذا كلام من القلب مثل ما بيقولوا. كلياتنا لما اجينا على مصر، رغم انه ما تأقلمنا من اول مرة، ما تأقلمنا بسبب انه نحن طالعين بالغصب، يعني مو طالعين برضانا، وبدك غصبا عنك تتأقلم يعني سواء عجبك ولا ما عجبك، فبتحس دائما انه في عندك رفض داخلي بالبداية. بس سبحان الله يعني اللمة المصرية اللي حواليك، الناس اللي هيك بتحتضنك، الناس اللي بتطبطب عليك ولو بكلمة حلوة، صحيح. بهيك بجبران خاطر، من خلال حديث عفوي. المصريين اكثر ناس يشبهونا بالوطن العربي، يشبهونا نعم. كثير. انا رحت على مصر وانا كنت عايش بالسعودية، عملت في السعودية يعني فترة طويلة من حياتي وعشت هناك. وطبعا تعرف السعودية الامم العربية كلها هناك.
أقرب ناس للسوريين هم الشعب المصري، حقيقة مو مجاملة يعني. اي نعم، صحيح صحيح 100%. وانا بيني وبينك، انا اول فترة، يعني اول 6 اشهر جيت على مصر كرهت مصر. ال6 اشهر الثانية كرهت مصر والمصريين. ال6 اشهر الثالثة عمقت الكره بقلبي. بس اكتشفت انه انا يعني عم راقب السلبيات، يعني كأنه انا واقف هيك ناطر على غلطة. كيف اللي واقف مثلا عم يعني خليني اشبهها لمجالنا، اللي عم يسمع اغنية لإله مسجلة جاهزة، عم يشوف الثغرات اللي فيها، فعم مم. يقول لا هون شلي هي، لا هون عليلي الجيتار، هون وطي لي الكذا. فانا حسيت حالي وكأنه قاعد عم بتصيد الاخطاء. فبعد سنتين اكتشفت انه قدامي جمال انا ما عم اقدر اتمتع فيه. مانع نفسك من حالة النقدية هاي المتربصة، منعت نفسك من رؤية الجمال اللي بمصر، وما تماما أكثر الجمال في مصر. نعم. نعم. وبالفعل والله صدقا وأمانة، وهي شهادة أمام الله يعني قبل ما تكون أمام الناس يعني. آه عندي أصدقاء مصريين كانوا كتير 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 كانوا يعني قريبين من القلب. حتى كلمة قريب من القلب هون بتشعر فيها بمصر بشكل يمكن مضاعف، أو يمكن أنت لأنك بتكون بأزمة فبتكون بحاجة لأنك تحس بعاطفة، فبتحس فيها بشكل كبير. هون سبحان الله إحساسك يصير مرهف زيادة يعني، فأي نعم لمسة لطيفة تحسها أنت تضاعفها أضعاف يعني، لأنه أنت تمام بحاجة، أنت فاقد أهلك، فاقد وطنك، وتعبان. تمام صحيح صحيح. تمام. فسبحان الله هن عندهم عادة المصريين انه دائما بيحبوا الطبطبة، دائما بيحبوا يعني يقطروا عليك، يأثنوا عليك انه انت سوري ما شاء الله احسن ناس، انتم ما شاء الله اكلكم طيب، انتم ما شاء الله حلوين، انتم ما شاء الله كذا كذا. إيجابيين، تلاقي إيجابيين المصريين، شعب طيب، شعب بسيط. نعم. ايه سبحان الله. وبيكونوا صادقين، يعني ما بيكونوا مثلا مجرد انه عم يجامل. وحتى لما بيجاملك يعني بطريقة شوي تانية، بده يحلف لك انه يا اخي والله انتو هيك، انا ما عم جاملك. عرفت كيف؟ نعم. طيب، مشان أرجعك على الخط، نعم. هلا بداية بدك تسمعنا مقطع من الأغنية اللي ذكرها الآن حصريا، ونرجع ننتقل الآن إلى رحلتك في مصر. كيف بدأت الدراسة، يعني نسوي الإسقاطات عاد على موضوع الأغنية في زمن الثورة، تقييمك للأغاني. أكيد أنت محضر شيء يعني، وأنت هذا مجالك يعني، فإذا ممكن تسمعنا جزء من الأغنية مشان ما تحرقها، ونرجع على الخط اللي حكينا فيه. الآن نور انتقل إلى مصر. ثواني اتذكر طبقة الأغنية لأنه خذ راحتك. ومع كل التقدير لأنه معاناة صوتك يعني، احنا لا احنا في فنان العرب اللي شاركت فيه ما بعرف من 10 سنين. لا صحيح أنا أحسن من فنان العرب، لكن يعني خذ راحتك. من سوريا لمصر جينا وجوانا هات ولقينا في مصر، لا ونسينا في مصر الغربة وجرح سنوات. من سوريا لمصر جينا وجوانا هات ونسينا في مصر الغربة وجرح سنوات. لا ضيوف ولا زوار، هي هن بيردوا علينا. لا ضيوف ولا زوار، دي بلدكو يا غالين، ولو على طول العمر نشيلكو في نن العين. لا ضيوف ولا زوار، دي بلدكو يا غالين، ولو على طول العمر نشيلكو في نن العين. دايما مصر حب سلام وأمان، هي دي مصر في كل الأزمان، في كل الأزمان. من سوريا لمصر
بين سوريا ومصر أحلام وحكايات، كنا مع بعض في كل الأزمات، طيبة وقلوب صفية، عزوة وأهل كرام، عيلة واحدة ودافية، لا ملاجئ لا خيام، دايما مصر حب سلام وأمان، هي دي مصر في كل الأزمان، لفيت في الأرض وعارف إنك زنت البلدان. الله. صوتي تعبان؟ لا 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 لا، مقدر الوضع، مع انه صوتك تعبان اكيد احلى من صوتي، يعني صوت جميل جدا. هذه اغنيه بدنا نسميها اغنيه الوفاء لمصر من السوريين، لانه للامانه يستحق الشعب المصري. انت لفت نظري كلمه ما فيها مخيمات ولا يعني بهالمعنى، وحقيقه مصر ما تعاملت، البلد الوحيد يمكن، يعني ما بدي اقول الوحيد، لكن البلد الذي لم يتعامل مع السوري كلاجئ. نعم، نعم، 100%. يعني أنا بعتقد إنه ربما ما بنقدر ننصفهم مهما حكينا، لأنه يعني المعاينة على أرض الواقع غير الحكي والمجاملات والمزايدات. سبحان الله. طيب يا نعم. سيدي، نعود الآن نور، تفضل استرسل. خليني بس أوضح فكرة هي لها علاقة بالأغنية الوطنية، إن كان إن صح التعبير، يعني بموضوع الأغنية الوطنية. إحنا زمان أيام آل الأسد كانت كلمة وطنية كانت تتعبنا، تحس إنه في عليك عبء وإنت مالك ذنب فيه. والله العظيم أنا هيك كنت أشعر، لأنه أنا خدمت جيش وبعرف، يعني أنت بتدخل على الجيش لازم الإهانات، ولازم رغم أنه الحمد لله يعني أنا كنت بقطعة عسكرية كانت مريحة نوعا ما، لكن لابد ما تلاقي الذل والإهانات، إن كان بشوية تصرفات، إن كان بكلام عابر يعني عم يحكي للكل بنفس يعني كتير الموضوع مؤذي. ما بتمنى ترجع هديك الأيام، رغم أنه في ذكريات جميلة مع أصدقائي وكذا. مهم ما بدي طول كتير، بدي أوضح فكرة الوطنية. والله العظيم طول عمرنا عايشين بسوريا فكرة الوطنية فكرة غليظة. كلمة أغنية وطنية أنا يعني لهلأ ما بعرف، يمكن هي هيك التعبير الأساسي تبعها، ولكن لهلأ أنا بتتعبني هيك، بتحسسني بهداك الشقاء، بهديك الفترة اللي كنا فيها بظل آل الأسد. خلينا نقول أو يمكن هي صح، يعني هي تعبير الأغنية الوطنية صح، ما لازم نعبر بطريقة تانية. ولكن والله العظيم فعلا يلي قال بعد ما تحررنا صار إلنا وطن نخاف عليه، فعلا هذا التعبير رغم بساطته ولكن هو تعبير يعني من القلب فعلا، وتعبير حقيقي، لأنه بالفعل احنا كنا نخاف. يعني تقول كلمة وطنية تحسها ما لا يعني ما في مثلا، يعني خلينا نقول ما في معايير، ما في معايير، يعني ما في معايير، ولا في مثلا تنحط هي بموضعها الصحيح. صحيح. لا، ما في إلى موضع صحيح، تنحط بميزانها، ما في إلى ميزان، لا. لكن هلأ لما بتقول أغنية وطنية أو لما بتقول وطنية، ففي إلها بالقلب شيء فعلا، في إلها مدلول فعلا. طيب صحيح. أنت هون خلينا أنا ماني حاط سيناريو للقاء ترى، يعني أنت الآن قدحت في بالي سؤال خطير. تمام. طيب ما قبل الثورة، هل هنالك أغنيات ممكن أن نطلق عليها لقب الأغنية الوطنية وليست أغنية القائد؟ أو يعني أنا مثلا مشان سوريا يا حبيبتي، هل ممكن نسميها أغنية وطنية؟ هي سؤالي واضح صح؟ واضح 100%. ايه بس أنا بدي أتذكر كلامه، بتذكر يمكن سوريا في وبعثنا يسير، هي أي صح خربها بعثنا صح. لو كانت هي مو موجودة وتناقشنا بهالحكي، بتذكر أنا وزوجتي من فترة فقلت لها أنا هالغنية بعشقها لأنه كلامها حلو ولحنها جميل جدا، لكن كلمة بعثنا خلت الموضوع بس صب بمصلحة النظام. طيب أنت لو عصرت الذاكرة الآن،
لو حاولت بهالسؤال هذا يطلع ببالك أغاني تعتبرها فعلا وطنية بغض النظر عن قبل البعث يعني مثلا أنا أعطيك أغنية ثانية. في أغنية وأيضا هي قصتها جميلة ممكن نسقطها على الحالة الحالية في سوريا، اللي هي غنتها أسمهان أولا ثم فهد بلان. يا ديرتي مالك علينا لوم لا تعتبي، عرفتها صح؟ يا سلام، اي نعم. صح. هي إلى قصة، لكن بعرفها. اي نعم. هي إلى قصة لما خرج سلطان باشا الأطرش مرغما من سوريا إلى الأردن ومعه أقاربه، فوصل إليهم لوم أنه أنتم هربتم من البلد كما يطلق علينا الآن. فابن عمه زيد الأطرش رد بالكلمات، قالهم يا ديرتي مالك علينا لوم لا تعتبي، لومك على من خان، احنا روينا صدورنا من القوم، ما نرخصك مثل العفن بثمان. وقصيدة طويلة. هي أغنية وطنية أعتقد ذلك يعني. عندك في بالك أغاني أخرى مثلا ممكن تصنف لنا إياها أغاني وطنية بحتة؟ طبعا السؤال مفاجئ يمكن. والله مفاجئ، وصراحة ما في ببالي. ربما إذا استرسلنا طيب بالحديث تمام تمام. حاليا ما في ببالي، بس أنا في ببالي م. الأغاني المصرية. طبعا اكتشفت هذا الحكي مؤخرا، لأنه ثقافتي كانت بالانفتاح على الثقافة المصرية كانت ضئيلة جدا أيام سوريا. لما جينا على مصر واختلطنا فيهم، أنا بالنسبة لي في ناس بسوريا كانت ثقافتها واسعة وبتعرف، لكن أنا بالنسبة لي كانت ثقافتي محدودة جدا بالنسبة للأغاني المصرية، وخصوصا الأغاني الوطنية، إلا ما وصلنا منها مثل اللي هي بغنوها مجموعة الفنانين. كمان نسيت، ما لها حاضرة بذهني، بس بتذكر كمان أغنية لوردة اللي هي أجيال وراء أجيال. لا الحلم لا العربي لا. لا، الحلم العربي أنا بعتبرها فشة خلق حتى، مو إنه ايه أغنية. م. لا، في أغنية على أيام عبد الحليم كان يغنيها عبد الحليم، و ايه 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 هلا تجي إيه عرفتها، مجموعة مطربين قديما. تمام تمام وشادية تمام. ايه وفلان، ايه 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 كثير مطربين يغنوها. حلوة حلوة، هي بعتبرها من الأغاني الوطنية. ما في ذكرونا أغنية أمل عرفة وفهد يقن، صباح الخير يا وطني، صباح الخير يا وطنا، يا وطنا يطل يسلو بمجد بمجده العالي إلى العالي إلى الأعلى. إيه. ويا نعم. أرضا عشقنا سفحها روضة رملها والسفحة والشطانة والسهلة. لهون حلو كتير، وكمالة الأغنية حلوة كتير. ترابك من دمي أغلى. آه، هي صباح الخير يا وطن لشاعر ليبي أعتقد، صح ولا أنا غلطان؟ لا لا هذيك مش عيب لا لا. والله ما بعرف بالضبط، بس أنا بتذكر هم بنشوف غنوا أغنيتين، هاي غنوا هي وغنوا أغنية مش عيب لو حبيت سود عيونها. ترى أنا صوتي مش حلو. يا سلام، أي بعرف. أنا بدي لك إنه نحن إن شاء الله بدنا نحظى هيك بشوية. جهز لي حالك، بدنا ننزل، بدي أنافسك أنزل على بلكي يسمعني المنتج الآن ويلغي عقدك خيو. لا، ما بيلغي عقدك، تنضم لنا. جاهزين. بعدين أنا شاعر كمان، أكتب كلمات يعني ممكن أيضا. إيه تمام. خليني أطالعك من الجزئية لأنه السؤال مفاجئ. تتابع مثلا أنت الآن تحب تحكي لنا عن مرحلة مصر، أو نستمر في الدخول في الأغنية الثورية في الثورة السورية مثلا. تمام. وأنت إيش محضر؟ قول يعني، تفضل. وقت اللي صارت الثورة السورية ونزلت أغنية يا حيف، فكلياتنا مع أغنية يا حيف كلياتنا صابنا شيء من إنه يا الله قديش لامستنا هالأغنية، قديش حقيقية، قديش فيها شاعرية بنفس الوقت. فيها يعني بالشعر دائما بيقولوا، طبعا أنا مستمع بكتب كلام بس مالي ناجح مثل كتير ناس، يعني على قدي، ولكن بيقولوا إنه أحيانا بيكون في كلام هو مثلا مثل متنا بإيد إخوتنا، كلام عادي، ولكن في شاعرية أو في خلينا نقول في ملامسة للجرح لما أنت بتقول متنا بإيد إخوتنا. صح. كلام عادي، ما له كلام يعتبر رمزي مثلا أو شاعري، لا، بس شوف في له شاعرية معينة. نعم. هالأغنية كان فيها استرسال، يعني كلام عادي، وكان فيها شاعرية وسط الأغنية، فلامستنا كلياتنا وكانت جميلة. فهذا أحد الأشياء اللي حفزتنا أنه نحن لازم نعمل شيء. لازم نحط بصمتنا بهذا الموضوع، لأنه بصراحة كنا محاصرين، وخصوصا بدمشق
طبعا مو قصدي انه نحن بالذات بدمشق، لا، كل المحافظات عانوا كثير. نحن عانينا حصار، لكن المحافظات الثانية يعني الله يكون بعونهم والله يرحم شهدائهم، عانوا من القصف والتهجير وكثير اساليب وحشية. فنحن كان تحت وطأة أكثر شيء الاعتقالات بدمشق. لذلك كنا المظاهرات اللي كنا نطلعها كانت طيارة. ليش؟ لأنه دائما في أمن بأي مطرح، في أمن. صح، في كثافة أمنية مرعبة بدمشق. نعم نعم. تسريب. يعني مثلا المظاهرات حتى لما يعلن عنها في ناس كتير كانت عواينية ضمن صح. الناشطين، كانوا هن يعرفوا بالمظاهرة قبل ما تطلع. حتى مرة بتذكر، وهذا الموقف أثر فيني كتير، بعيدا شوي عن الفن، خلينا نحكي عن المظاهرات بما أنه هيك خذ راحتك خذ راحتك. جينا لسيرة المظاهرات. مرة طلعت مظاهرة قريبة من شارع بغداد في هذا المحيط. نعم. رحت لقيت الشباب قاعدين، فكانت هيك التقليد تبع المظاهرة الطيارة، انه شباب متجمعين هيك 3 على سيارة، 4 عم يحكوا مع بعض كذا كذا، بس بعاد عن بعض عشرات الامتار. فجأة بيجي شاب بيناتهم بيحس انه العدد اكتمل، فبيقول تكبير وبيجتمعوا الشباب. ف... فنحن بما انه نحن مسالمين، نحن طالعين نقول، طالعين نعبر، فنحن مسالمين، ما لنا طالعين نخانق. لكن للأسف بيضل عنا خوف، سواء من الشبيحة اللي هن بيتوظفوا عند النظام، أو من اللي بيسموا حالهم اللي كانوا يمسكوا سلاح. شو بيسموا حالهم كانوا؟ شبيحة. لا، التانيين هدول اللي بيكونوا مثلا أحيانا بيعملوا حواجز، دفاع لجان شعبية. ايه بالبداية كان لجان شعبية. نعم تماما. فبوقتها طلعنا كلياتنا بالمظاهرة، فلحقونا شي 2 3. فأنت أساسا طالع خايف، فإذا حدا بيقول لك به بدك تركض يعني شي 2 3. ففي واحد الله يجزيه ما بنساه، ما بنسى شكله، يعني كان ماسك بكيس عصاية خشب، يعني وكأنه هي رجل، يعني وكأنه هي رجل من طاولة قديمة، هدول الطاولات القديمة اللي خشبها كتير هيك، يعني خشبها متعكسة ببعضه، خشب أصلي، يعني خشبها تقيل. فمسك هالكيس وصار يلولح فيه، يبعدهم، يهاوشهم، يقلنا روحوا، ويهاوشهم، وحش. يهاوشهم، بعدهم، بعدين قلنا روحوا هيك بغضب وبثقة شديدة جدا. والله أنا ما بسترجي كون محله، لأنه أنا كنت لسه جديد على المظاهرات، يعني مالي يعني في أبطال كانوا، يعني للأمانة، يعني يمكن هذا ما حدا يعرفه. رجل ما، يعني أحيانا بالأفلام بيكتبوا لك رجل جموع، لكن هو بطل، هو مو شخص عابر، هو بطل، لكن ما حدا بيعرفه. والله بطل، لأنه يعني بسببه أو يعني مثل ما بيقولوا بحسنته كلياتنا طلعنا وكملنا المظاهرة تقريبا في 5 دقايق، وبعدين هربنا بطريقة هيك بين الحارات وكذا. وحتى أنا يعني ضيعت الطريق شوي، لأنه ما كتير بعرف، كنت بالزواريب اللي كانت بهديك المنطقة، ما كتير ضليع فيها كنت. فهي أحد المواقف اللي كتير مأثرة فيني وكتير بتذكرها حلوة. في موقف تاني، كنا بمسجد، والله نسيت اسمه، بس مسجد كان كتير صغير بالميدان. فحكاني فيه انه بدنا نطلع من هداك المسجد، فانا بيتي بالجسر الابيض، منطقة بعيدة عن الميدان، يعني بدي ميكروباص لوصل على الميدان، وعندي بدل الجامع في 15-20 جامع ممكن صلي فيهم. فرحنا لهنيك لانه هنيك كان في تجمع. فاول مرة بحياتي بطلع بالمظاهرة من قدام، فحسيت حالي يعني انه يا سلام، قائد. عرفت كيف؟ يعني في بطولة من غير بطل، يعني هيك في اعتزاز بالنفس، في شعور ظريف انك انت مالك خايف وواقف قدام. فكمان الموقف اللي اثر فيني، جاي الرجال من بعيد عم يعمل هيك، وبعدين عم يقلنا هربوا لانه الشبيحة جايين وراي، عرفت؟ نعم. هذيك المنطقة كان رفيقي عم يقول لي انه حلاوة اهل هذيك المنطقة كانوا انه لما يصير هيك شيء، مثلا انه لما الشبيحة تهجم علينا وما في مجال فيضربوا، ايه. كانوا يجمعوا بعضهم، هم قبضايات اهل الميدان يعني. تماما. فقالوا ففي واحد بيناتهم قال يا شباب اذا زنقونا بدنا نضرب. فقلت له لعيونك، وانا ما بني شيء رياضي بهديك الفترة.
فهذا الموقف كان يا سلام عن جد. بوقتها يعني رجعت على البيت أنا حاسس حالي إنه مأنجز، لأنه وصلت لمرحلة أنا إنه بدي ضل بس إنه لحن وأكتب ما بعرف شو. أنا بدي لما يعني عدم المؤاخذة لما جيب ابني يعني بكرة بدي أحكي له إنه أنا طلعت مظاهرة، أنا عملت، أنا ساويت، أنا كنت مشارك بهذا الحراك اللي كان موجود، ولو بكلمة ولو ببوست ولو بس ما كنا نكتفي. يعني كلياتنا نحن ليش اعتقلنا؟ ما كنا نكتفي. أنا لما اعتقلت من اعتصام، في اعتصام كان موجود بجنب مجلس الشعب تماما. مم. كان في حجة الله يذكرها بالخير يا رب، وإن شاء الله إذا كانت طيبة الله يعطيها الصحة والعافية، وإذا كانت يعني مو طيبة الله يرحمها يا رب ويحسن إليها. كانت يعني شديدة شدة الرجال والله العظيم. وقفت بنص الشارع ماسكة قلم عم تقول الله سوريا حرية وبس. الله. صفي بياع مسكة ما هجم عليها، صفي أجلك الله بويجي ما هجم عليها، صفي شبيح متخبي لابس مدني ما هجم عليها. فكان في لي صديق اسمه مؤنس فارس، كان هو من دير عطية، شرواك بالخير كتير أكابر. شرواك الطيب. احنا أنا وياه كنا عم نبعد ايدين الشبيحة من على، لأنه عم يضربوا البنات. كان في بنات، في بنات وشباب. مهم. فالشباب اعتقلوا وصفيوا البنات، وانا ورفيقي لسه كنا ما لحقنا الاعتصام من اوله، يعني اجينا كنا باخر الاعتصام، فصرنا نحاول نبعدهم. فلاجل الصدفه مسكوا صديقي، ما مسكوني. بدي احكيك لفته صغيره والله العظيم، هي شهاده قدام رب العالمين. انا كنت قاري دعاء، هذا الدعاء يقال بالحديث الشريف انه اللي بيقولوا لا تصيبه مصيبه حتى يصبح، واللي بيقولوا الصبح لا تصيبه مصيبة حتى يمسي. فأنا قاري هذا الدعاء ألا وهو إذا تتذكروا؟ والله بتذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. شو كان يا ربي؟ لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. آخر الحديث إن ربي على صراط مستقيم، آخر الدعاء. تمام. هيك بتذكر منه. أنا كان محطوط على خزانة أخي بالغرفة تبعنا، فأنا قريت الدعاء ونزلت. فبوقت اللي نزلت والله العظيم الشبيحة واللي حواليه كلهم عم يمسكوا كل الخلق اللي له علاقة واللي ما له علاقة، وأنا ولا كأنه شايفيني. أنا لو ما نويت بنية من جوا إنه أنا بدي أعتقل، لأنه مسكوه لصديقي خلاص، يعني مسكوه، فأنا قلت خلاص انمسك، فقلت منونس بعض جوا. ما كنت بعرف إنه صار عندهم هالشراسة جوا. كنت لسه بذهنيتي مثل وقت اعتقلوا الأولى. نعم. ايه، وقت مظاهرة المثقفين كانوا لسه دايرين بالهم شوي، بعد منها بكم شهر لسه دايرين بالهم شوي. بالوقت اللي انا نزلت فيه كان بال 2012 الشهر الرابع بالضبط، اخر الشهر الرابع. فوقتها انا ضمرت انه لا بدي اعتقل انا وياه، فمسكته من ايده وعصيت على ايده وضايقته. قلت له عم اقول لك ما دخلوا، والله ما دخلوا. لمين؟ لرفيق. عم قال لهم امسكوه، فمسكوني. والله يا باسم صادق. كأنه هيك لامسيني لمس تبع انه يلا هروب. فانا مشيت معهم. حتى صديقي بعد ما طلعت من المعتقل في عم يقول لي انا بعرفك رياضي بس شفتك استسلمت لهم دغري. قلت له لك قلت بنعتقل مع بعض نتسلى جوا. طلعت موت سلاش. طلعت لا يعني شو بدي اقول لك، شو في اجرام وشراسه جوا اقسم بالله. قديش ضليت معتقل بهاي المرة؟ الحمد لله 8 ايام مو اكثر من هيك. إيه عرضية. لو لا سمح الله صايرة بعدها بكم شهر يجوز ما طلعت فعلا. وبعرف إيه. كثير ناس وحتى ناس ما عليهم تهم ما طلعوا للأسف. إيه صح، لأنه بعدين صار الموضوع خلص يعني صار في استقتال طيب راح أرجعك للخط، وأعتقد الأغنية في أحد المتابعين هي أغنية وطني حبيبي الوطن الأكبر. أيوة. يوم ورا يوم أمجاده بتكبر انتصاراته مليا حياته. وطني حبيبي يكبر وبيتعمر، مش يعني بهالمعنى. وطني بيكبر وبيتعمر. إيه أنا والدي الله يرحمه عاشق للفن وعاشق للفن المصري القديم. فكان غصبا عني مو حبا بالفن، إذا بده يحضر فيلم قديم بدي أحضره معه. فكان يسمعني كلها ويحكي لي هذا ما بعرف مين وهذا ما بعرف مين، وأنا ماني مهتم يعني. لكن بعدين اكتسبت منه شوية ثقافة يعني عن الشيء القديم يعني جت بفائدة يعني.
جميل جدا ما شاء الله، الله يرحمه ويحسن. الله يحفظك. أنا عندي ملاحظة ما أعرف إذا توافقني فيها الرأي، مم. وبدنا ننتقل للغناء بعد شوي. أنا ما عم ألح عليك بالغناء لأن صوتك تعبان، بس الشباب بدها تسمع، وهالمرة عود، ما بدنا جيتار، احنا جماعة عود حبيب القلب. أنا رأيي الشخصي، أنا رأيي، هذا رأيي ولا أحمله لأحد، بأن الأغنية الثورية السورية في زمن الثورة فنيا لم تكن في مستوى عالي إلا كم أغنية، أما الباقي كان حماسي فقط. من الناحية الفنية ما كانت أغاني رفيعة المستوى. رأيي، ما بعرف توافقني الرأي، أنت فنان عاد، هذا اختصاصك. والله شوف، أنا بوافقك الرأي 100%، بوافقك الرأي 100%. حتى أنا التقيت بوصفي المعصراني بمصر، مم. التقيت فيه أونلاين، يعني كنا دردشنا وصرنا أصدقاء. فقلت له طبعا وصفي من الناس اللي كتير راقيين جميلين، فقلت له أنت اللي كنت تغني للثورة صح؟ يعني هذا بيت المعصراني أنا مالي عليه. قال لي إيه نعم. قلت له والله أنا ما كنت حب صوتك، أنا آسف، بس يعني تحسب لك إنك أنت اشتغلت أشياء حلوة. صراحة تحسب لك، يعني أنا كمان ما أحب صوته للأمانة. يعني أنا قابلته بالسعودية، يعني أنا بعرفه لما أول ما غنى بالرياض. كان في رابطة أبناء دمشق وهم أصدقائنا بال2012 أعتقد، فدعيت لحفل وكان موجود بوصفي. يعني هو مؤدي، لكن كموسيقار أعتقد أنه فنان الرجل، لكن كصوت صوته خفيف يعني. على قده إيه، بس في عنده ميزة بصوته كمان مشان ننصف الموضوع، إنه ما شاء الله مساحة صوته كبيرة جدا. يعني احنا بالنسبة لنا اللي كتير طلابنا بيسألوا على المساحة، وأنا إنه شلون بدي أقوي جواباتي، شلون بدي أقوي قراراتي. هو ما شاء الله، هو على فكرة عن طيبة وعن عفوية، ما بيعرف إنه عنده مساحة صوت هائلة. هو بس بيجي بالغربي شاطر. بالغربي شاطر، اي نعم. ايه هو هيك ايه تربايته، انه هيك ثقافته. نعم. مو قصدي تربايته، قصدي الفنية. ثقافته الموسيقية الفنية اللي اكتسبها هي كانت بهذا الشكل. نعم نعم. هو قال لي هذا الكلام طبعا حرفيا. فهو بيجيب قرار، يعني كطبقة واطية بيجيب قرار البيز، وبيجيب جواب التنور ما شاء الله من دون ما ينزعج. يعني هي ما شغلة شاء ما الله. شاء الله جميل جميل جدا بهالقصة. وهو حدا حساس وفنان وشخص هيك شرواك بالخير، يعني طيب جدا. فما كانت على مستوى، اي نعم ما كانت على المستوى، بس في اسباب. خلينا نقول الاسباب تبعها. حلو. اول شيء انه ما كان في بسوريا، مع احترامي لكل الناس، ما كان في ناس ملحنين على مستوى مشهورين كتير مثلا. وحتى لو كانوا مشهورين وعندهم ألحان جميلة، كان يعني مرة بتصيب مرة بتخيب، ما كانوا على مستوى عالي مثل مثلا ملحنين لبنان يلي مهنتهم هي التلحين على الدوام. وكان في طابع سوري. اعذروني، يعني أنا عم بحكي بالنهاية أنا رأيي. أتفق معك 100%. تمام، هذا بالنهاية رأيي. أنت اتفقت معي، في ناس وربما ما تتفق معي. ولكن ما كان في ملحنين على مستوى، بالإضافة أنه كان في طابع سوري بالأغنية السورية يلي بنسمعها بشارات المسلسلات. أحيانا بتكون حلوة، وكثير من الأحيان بتكون سمجة، إلا مثلا وقت اللي مثلا صار يستلموا الشارات مثلا حدا مثل بغض النظر عن موقفه، حدا مثل طاهر ماملي، نعم نعم شوي نقلها لمستوى أعلى، لمستوى جيد نعم جدا. نعم. إيه، ولكن قبل هيك ما كان في شيء، ما كان في حدا. ربما في حدا بسوريا بس ما له مشهور مغمور. تمام. فهي الشغلة كانت سبب أساسي بأنه أساسا الفن بسوريا ما له على مستوى عالي. محلي، كان تقريبا محلي. وأغلب الفنانين السوريين اللي برزوا برا لما استعانوا بالملحنين، يعني حتى من أيام مياد الحناوي مثلا، نعم. لما اشتغلت مع بليغ ومحمد سلطان، كانت في مرحلة أخرى أصالة غير وغيراته. أنا كمتابع يعني متواضع للفن أنا أتفق معك يعني 100%. نعم. وللأسف لأنه كمان نحن بسوريا، يعني لو بتروح على لبنان، يمكن ربما إذا بتركب السيارة 5 دقائق من استوديو لاستوديو، بتلاقي هون الاستوديو مثلا بيسجل فيه وائل كفوري، هون الاستوديو بيسجل فيه فضل شاكر، الاستوديو الفلاني. يعني في رعاة للفن بشكل كبير. عرفت كيف؟ لذلك حتى المطربين اللبنانيين رغم صغر مساحة لبنان،
لكن بتلاقي مثلا المطربين اللبنانيين اذا بدك تحصيهم كتار كتار صح كتار كتار صح. كتير، لانه في راعي لهذا الموضوع. عرفت كيف؟ شكرا جزيلا. فبالفعل عندنا بسوريا ما كان في رعاية لهذا الموضوع كما يجب، وكان في دائما إحباط من موضوع أنه أنا موجود بسوريا، هل أنا رح أقدر أنشهر ولا لا؟ طب أنا خليني أسلك مثلا أصير ممثل، من التمثيل أنا ممكن أطلع على الغناء لأنه أنا بكون خلاص انشهرت، فأنا عديت خطوة، فبصير أنا ممكن يصير عندي المادية المرتاحة لأني آخذ لحن من برا، أو مثلا أشتغل بلبنان أعمل صح. شيء. هيك كان التفكير وللأسف. وأعتقد حتى يعني الوسط الفني كان يشبه كل ما في دولة البعث، يعني كان للبعثيين، فلذلك موتوا المواهب. يعني ما بدنا نذكر أسماء، لكن أنا في رأيي يعني إذا تعد أنت الفنانين اللي نجحوا محليا، ربما صباح فخري، ربما يعني فهد بلان، بينما إذا رحت على البقية مثلا عصمة رشيد والجيل هذا، يعني جيل محلي يعني بحت، ما وصل إلى الوطن العربي ولا استطاع أنه، واللي وصلوا طلعوا، يعني لما طلعوا برا، حتى جورج والسوف لما طلع أيضا أخذ حقه يعني، وأصالة إلى آخره. فالمفروض سوريا تصدر أكثر من ذلك للأمانة يعني. اي نعم اي نعم. وانا يعني على مستوى الاصدقاء احيانا انت بتلاقي ناس اصحاب اصوات جميله يا اخي، اصحاب فكر فني جديد باللحن بالكلمه بكذا، بتلاقي بس حقهم مهضوم. ليش؟ صح ما في اذن تسمع، ما في رعايه لهذا الموضوع. صح. بالفعل للاسف 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 بالفعل مثل ما قلت. وبعدين النظام بصراحه، مع احترامي لكل المحافظات السوريه، لكن النظام سوق لنا علي الديك أيوة. والعلوش والمنكوش والما بعرف شو، سوق لنا يا يعني انه بدك تسمعه غصبا عنك. صح. فانت ما كان عندك خيار. يعني انت لما بتكون، عدم المؤاخذة على هذا التشبيه، ربما ما يكون تشبيه دقيق، لما بتكون على سفرة اكل ومو قدامك غير مثلا فول او مسبحة، فانت يا بدك تاكل فول يا بدك تاكل مسبحة، لانك جوعان بدك تاكل بدك تسمع. فنحن هيك كان عنا. وفي عنا فن الدبكة، فن حلو فن راقي وموجود بسوريا. صار مرتبط فن الدبكة بكل شيء له علاقة بعلي الديك وشبيهه. وعلى فكرة أعطيك أيضا ملاحظة، أنه ثلث أرباع الأغاني تبع علي الديك وفن الدبكة هي مسروقة من المنطقة الشرقية. يمكن أنت هي يعني ما مرت عليك، يعني مثلا والله في حدا قال لي هذا الكلام، بس أنا ما عندي هالاطلاع. أحيانا إذا بتنتبه لما بيغنوا عرب يقول له ولدة عرب أو عرب ولدة. أيوة ولدة، الولدة هاي عشيرة قبيلة في محافظة الرقة، لهم نوع معين من الغناء اللي هم سرقوه. يا سلام. أغنية يا عرب الشرقية مثلا، أكيد مر عليك، هاي مسروقة منا. فسرقوا، ما خلوا، غربلوا من مناطقنا ونسبوها لهم، وبالزور يعني، مو بكيفك، بالزور بدها تصير لنا. ففوق مثل ما ذكرت مثلك جميل، الفول والمسبحة، لا حتى الفول المسبحة سارقينها يعني، يمكن ما لهم فيها شوية زيتات أو بس، لا أكثر ولا أقل. يعني حتى أخذوا شيء وشوهوه. يعني نعم ما نعم اشتغلوا. نعم. والله هي يعني والله وأسفاه على هيك شيء، والله وأسفاه يعني. أنا لو كنت محل أي حدا منهم، ربما أنه بسعى للأفضل، بسعى لتقديم المنتج، يعني خلينا نسميه منتج بلغة السوق، بسعى لتقديم المنتج بأفضل حالاته. عرفت كيف؟ نعم. وكمان رجوعا لكلامك اللي هو موضوع التراث أو خلينا نحكي الفلكلور الخاص بالمنطقة، ما عرفنا نحن السوريين للأسف، ما عرفنا نستثمره صح إلا بوقت. هلأ طلعت فرقة تكات، ومو بكل شيء، أيضا هذول سرقوا كثير أشياء. ايه بعض الأشياء اشتغلوها حلو، بعض الأشياء اشتغلوها يعني بس عملوا تغيير شوي. نعم. ايه بطريقة مو حلوة. مو دائما التغيير مطلوب، مو دائما. نعم. يعني انت احيانا لما تاخذ أغنية وبتغير لحنها، انت غيرت شيء من ملامحها. صحيح. غلط. بيضل اللحن مثل ما هو، الكلام مثل ما هو. ربما انت تضيف على الكلام وتشتغله اوكي، ولكن لا انك تغير باللحن، لا ساعتها انت غيرت من ملامح الاغنيه. عرفت كيف؟ طيب اذا سالتك الان سؤال، يعني انا عم نتنقل بالمواضيع،
ممكن تطالع لي مثلا في حقبة 20 أو 30 سنة أخيرة 3-4 ملحنين سوريين نستطيع القول عليهم أنه شبوا خارج الطاولة وخرجوا من الدائرة هاي، إذا في ذاكرتك شيء يعني. ما أعرف، أنا ما أعرف ولا واحد، ما يخطر على بالي يعني. والله هو في شوي نهاد نجار، إيه الفنان نهاد نجار. إيه بعرفه. اسم كبير، صوت كبير، عنده ألحان جميلة جدا. طبعا أنا مو صح. كل ألحانه بتعجبني، ولكن طلع حاول. من دائرة سوريا. نعم. يعني عاطي مثلا لشادي جميل، رغم انه انا ما كتير بحب صوت شادي جميل، ولا أنا. بحبه من زمان كتير، بحبه، ايه مقبول بالنسبة لي، بس هلا ما بقدر اسمعه ابدا، مع احترامي له طبعا. هي رش حبك يا جميل، ويعني ما في شيء محرز يعني هلا لما في تحط هلا هي مالها حلوة، في عندك طول البنية يوم، ويعني هلا انت فنان، انت رايك ذائقتك فني، بس شادي جميل اذا تحطه بين عمالقه حلب، لا يعني مع احترامي ما بيلعب معاهم ابدا يعني. لا نحن هون، انا هون يعني محاسبتي للموضوع الاغنية محاسبة لحن فقط. يعني عطاء مثلا، ليش انا حبك جنون، ليش انا بعدك مخون، واللي يعشق ما ينلام. هاي الاغنية كانت حلوة جميلة جدا. عاطي لأليسا، ارجع لي الشوق يلي هاي الو لكان هذا هاي نهاد نجار. اوه ايوه برشا يا مدلل، الحان نهاد نجار. اف لكان والله ما اعرف. انا نهاد اعرفه، كان جاري بحلب، اعرفه شخصيا يعني. لا يعني هيك انت مقصر بحقه، هيك انت مقصر بحقه. لا بس يعني مو صديقي كثير، لانه راح احكي لك واقع. يمكن في مطرب للاسف توفى يعني مبكرا، اذا تذكروا اسمه وضاح شبلي. لكن بعرفه والتقيت ايه فيه بسوريا دمشق. وضاح شبلي يا سيدي الكريم، أنا كنت أنا درست الطب في مولدافيا. قبل دراستي للطب درست 3 سنوات في حلب هندسة مدنية. ما شاء الله. فأنشأنا في السنة الثالثة للدراسة فرقة مسرحية في كلية الهندسة المدنية، أنا وصديق إلي، كان اسمها فرقة أحلام المدني. للأمانة كان أغلبها من أبناء الرقة يعني. في ذاك الزمان كان وضاح شبلي، وكان هذا الثاني نسيت اسمه، هلا مشهور من فرقة سلاطين حلب، صار يغني لحاله، نسيت اسمه، يجي اسمه. فكانوا يتنافسوا انه مين يطلعنا معه نغني على مسرح الجامعة. حلو. فتقدم الينا وضاح، الله يرحمه، شخص لطيف جدا لا زلت اذكره، يعني انه يا شباب طلعوني وانا خيو كذا واغني لكم. قلنا له خلص تمام، وغنى معانا 3 أيام. الله يرحمه، صوته جميل، وكان متأثرا وقتها بجورج وسوف، لكن رحل مبكرا للأمانة. صوته جميل جدا يعني. صحيح. الله يرحمه فعلا. أنا التقيت فيه بدمشق، كان بوقتها بإذاعة نسيت، إذاعة شام اف ام يمكن، بناء على واسطة والدة صديقي. قالت له هذا رفيقك صوته حلو، خلينا نطالعه بالإذاعة. طالعونا بالإذاعة. الشيء اللي زعجني إنه اجوا جماعة، مدري ليش استضافوا جماعة، مدري شو اسمهم، درع الأسد، ما بعرف شو، صرماية الأسد، والله نسيت شو كان اسمه. المهم جماعة مزعجين جدا. فأنا حسيت إنه أنا ببيئة مالي فيها أبدا، ومقابلة مرة واحدة ودعوني للمقابلة الثانية، واعتذرت بطريقة يعني شعبية حتى بطريقة سوقية جدا. يعني قلت لها للأسف للأسف قالت لي أنا مالي من صيانتك، وأنا متذكرتك، وأنت صوت وكذا وكذا، وإن شاء الله بدك تيجي. قلت لها أنا مواعد رفيقي، بدي طالع معه غراض، بدي ساعده بالنقلة أو هيك شيء، يعني عرفت كيف؟ هربت. صرت أتعذر بأعذار إنه ما بدي يطلع مع القناة، ما بدي ينحسب على هدول الجماعة يعني، ولا بطريقة، عرفت كيف؟ نعم. لما خلصنا المقابلة كان وضاح شبلي موجود، كان عزفي على العود يعني سيء. طيب هلا كيف عزفك على العود؟ لا الحمد لله هلا احسن بكثير. طيب أنا مدرس حاليا على بدي اطلب منك طلبه مشان الشباب نكسر حاجز الحوار. الطلب الاول معزوف على العود، بس تسمعنا شويه عود تقاسيم، وشو تحب انت، شو تحس على العود انت تحب تغني، غنينا، لانه بعد شوي بدنا نحاول مثلا كم طلب من الشباب. اذا انا في اغنيتين احبهم، سمعت واحده منهم لك على اليوتيوب، حطها براسك بالحلقه، ألا وهي في قصص الشعوب تبع حكاية عالمية.
يا سلام. اي نعم. وفي أغنية ما أعرف إذا تعرفها، ما أعرف إذا تعرفها، أغنية مسلسل اللي هي ويرفرف العمر الجميل الحنون. ما أعتقد تعرفها، خلاص ما في مشكلة، بس حط لي تبعت حكايات عالمية. ها؟ مسلسل لنور حسن أرابيسك، حسن أرابيسك، مسلسل حسن أرابيسك. ايه بعرفها الاغنيه على فكره. ويرفرف العمر الجميل الحنون الى اخره، بس اذا مو حافظها مو لازم يعني. من عيوني التنتين. حبيب القلب والله انت شوف، واعتقد يوافقني الراي كل اللي يسمعونا. اول شيء وفي احد الاصدقاء هو شاعر من الرقه، اعطى ملاحظه عليك قويه. مخارج الاحرف اللثويه عندك ممتازه، مع انه انت دمشقي، وفي العاده اهل الشام صعب يعني يطلعوها اذا عرفت شلون. انت ما شاء الله عليك يعني، وهذا دليل ثقافه، هذا دليل ثقافه. اثنين، واعتقد هاي الميزه راح تخدمك في المستقبل، وراح يصير لك اسم كبير، انه انت انسان جدا متواضع وراقي ومهذب. مو بوجهك المدح بالوجه مو كويس، لكن اعتقد الكل اللي الان معانا يجمعوا على رايي، لانه وهي راح تخدمك ان شاء الله، وراح توصلك باذن الله وتستحق. الله يخليك، شكرا جزيلا على الكلام الجميل اللي بيشبهك. بس خليني اقول لك شيء، انا والله هو مو تواضع. الله يجعلني من المتواضعين. انا دائما بدعي انه رب العالمين يجعلني من المتواضعين. فنحن بنسعى يعني مثل الواحد اللي بيكون بيشتغل بالفن، فبيقول ان شاء الله انا اصير فنان. هو بيشتغل وعم يسعى وعم يشتغل، عم يجتهد، ولكن هو ربما ما يكون فنان. فانا ما بعتبر حالي متواضع، لانه انا لسه ما في شيء شوف حالي عليه واتواضع عليه او كذا. التواضع، خليني اقول لك شغله، التواضع ما له علاقه بانجازاتك. تواضع صفه، تواضع ما له علاقه بالانجازات. انا قابلت فنانين كبار في حياتي يعني كانوا متواضعين، وقابلت فنانين صغار كانوا متكبرين، وكذلك الامر في الادب وفي الرياضه. تواضع صفه، فالصفه ما شاء الله فيك موجوده. في واحد سأل سؤال سريع، انه انت قارئ للقرآن يعني، ولا يعني خدمك الموضوع هذا؟ اي طيب والله تمام. طارق، اشتغلت على نفسي من فترة سابقة، من شي 3 سنوات. اشتغلت شوي على مخارج الحروف، لأنه حتى بالغناء كان عندي مشكلة بمخارج الحروف، إنه دايما بعتمد على إحساسي، فتدغم بعض الكلمات مع بعضها كذا. فحاولت لا ما شاء الله عليك، لا برافو. طيب تقسيمة عود حلوة، وغني لنا شيء على العود على كيفك. والشباب اللي يحب يسمع شغلة وهو يعرفها نور، لأنه أنا ما بدي أطول عليه الآن، يظل من اتفاقي بيني وبينك نص ساعة. فإذا أنت مستمتع ومبسوط تحب تمد، إحنا مبسوطين سهرانين يعني. والله أنا مبسوط. لما تتعب وتقول لي خلاص، بس تتعب قول لي خلاص. نحن إذا بنكمل ساعتين مع بعضنا أنا بكون سعيد ومبسوط، والأمور تمام. كلها تمام. ومتشرف فيك والله. حبيبي.
خلصت. الله يعطيك العافية. في شخص طلب دوري يا فرحة على الحبايب، دوري حافظها تبع فضل شاكر، تناسب صوتك، أعتقد فضل قريب منك. دوري يا فرحة، لو بتساعدونا بالكلمات لأنه ماني متذكر كتير أنا. دوري يا فرحة عالحبايب، دوري الشام فتح ياسمين وجوري وجراح صر عمر عم تكوين لنك سوري. دوري يا فرحة عالحبايب، دوري الشام فتح ياسمين وجوري وجراح صر عمر عم تكوين. راحت مات وراح بتروح لنك سوري. مانك حافظها. طيب تحقق لي طلبي وتغني لي تبع حكاية عالمية مشان أتذكر وأنا صغير. عيوني في قصص الشعوب. يا سلام. هاي جيل الطيبين، إذ بس إنا يعني إحنا القدماء. في قصص الشعوب، في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي وعالم حلو بهي يسكن في القلوب. في قصص الشعوب من كل بلاد الدنيا، من كل بقاع الأرض قصص شتى تروى حتى نعرف أحوال الإنسان والكل هنا جيران. من كل بلاد الدنيا، من كل بقاع الأرض قصص شتى تروى حتى نعرف أحوال الإنسان والكل هنا جيران. فإذا زرناهم بالصورة في أحلى الدنيا مسحورة كي نتسلى صرنا أهلا. فإذا زرناهم بالصورة في أحلى الدنيا مسحورة كي نتسلى صرنا أهلا. عذرا. الله، لا بس ما شاء الله عليك، يعني
ما شاء الله عليك. انا ما اقدر اقيمك، بس يمكن جيل هاي إن السبعينات والثمانينات حكايات عالمية، والجيل هذا ما يعرفها. بس يعني شوف، انت حكيت قبل شوي على شارات الأغاني. يعني شوف شارة مسلسل أطفال كيف تكون بهذا الرقي في ذاك الزمان، يعني لما كانت الكلمة كلمة واللحن لحن وغنتها أصالة. صح؟ يا سلام. رجوعا وتأكيدا لكلامك، يمكن الشيء الوحيد اللي نفد ضمن هالمعمعة اللي كنا فيها هي أغاني الأطفال بمرحلة معينة، أو بعض أغاني الأطفال اللي بعدين لما حسوا بقيمتها الحلوة استمرت. ليش؟ لأنه كان في حدا كان يشتغل مو ضمن استديوهات موجودة بسوريا، ضمن استديوهات موجودة برا، وحدا مبدع. ما كان في يعني ما كانوا يستعينوا بكتير ناس ويغربلوا لحتى يشوفوا الرديء من السيء. ولأجل الصدفة إجا طارق العربي طرقان مثلا، مو قصدي على هي الأغنية، قصدي بشكل عام. فإجا طارق العربي طرقان نقل أغنية الأطفال لمنطقة حلوة فعلا فيها ثقافة. يعني الطفل لما يسمع الأغنية يحاول يفهم الكلمة، يحاول يشوف مغزاها. شو كان عنده أغاني أتذكر اسمه جيدا. شو كمان غنى وقتها؟ جزيرة الكنز له؟ لا، جزيرة الكنز لا. جيم مع بيمبو كانت جميلة. سامي كلارك. سامي كلارك اللي غنى جريندايزر وغنى صح جزيرة صح الكنز. والله حافظهم. هلا هدول في اغاني كانت نافذه ضمن مئات الاغاني البشعه. يعني مثلا في غنية هايدي، خلينا نقول انه هي بسيطة جدا ككلام، هايدي الجميلة، بس اللي كان جميل فيها هي اللمسة الشرقية اللي كانت موجودة باللحن. أغنية ريمي صح. بس هي لا ترقى، خلينا يعني نحط الأمور بنصابها الصحيح، هي لا ترقى أنه تكون غنية جميلة وغنية أنه تعيش. بس شوف أنت عم تحكي عن شارات يعني مسلسلات أطفال، يعني كان يعني في كم وحدة كانت يعني شيء راقي جدا، يعني رائعة جدا، يعني أحسن من أغاني حاليا. يعني هي في قصص الشعوب هي أغنية يعني رائعة رومانسية وجميلة، في أغاني الآن لا ترتقي إلى هذا المستوى يعني. يا والله فعلا. إيه؟ حتى جزيرة الكنز يا الله شو كانت جميلة فعلا. جزيرة الكنز نعم. أوه 15 رجلا ماتوا من أجل صندوق. أنت تلحن نور؟ أنا بلحن إيه. لحنت لغيرك؟ لحنت لصديق لي مقيم بأمريكا، بس للأسف الأغنية لسه ما نزلت. لحنت له أغنية هادفة جميلة يعني، بس ما فيني أقول اللحن هلأ لأنه لا حابب ينزلها بفترة. طيب لحنت لمطربين ولا لسعك بالتلحين؟ يعني خلينا نقول لسه ما وزعت كثير لآخرين؟ لا والله، بس عندك هيك مشروع يعني؟ طبعا، حتى أنا تواصلت مع كذا حدا بس وللأسف ما تم النصيب. ولكن أنا حاليا بالشركة اللي أنا فيها عاطي للشركة نفسها عاطي تقريبا 25 لحن. ما شاء الله. وملحن لأغاني أطفال يعني. حلو أغاني أطفال مسلسلات يعني؟ لا، أغاني أطفال، أغاني هادفة للأطفال، أغاني في إلها يعني. وأنا شفت لك كأنه إلك أيضا باع بالأغنية الدينية إذا ماني غلطان. شفت لك شغلات دينية كمان. نعم مزبوط. كمان لسه يعني في أشياء لسه ما نزلت، كمان اشتغلتها مع الشركة، أشياء دينية من ألحاني. حلو إن شاء الله تلاقي إعجاب. حلو. طيب شو أحلامك؟ شو مشاريعك كفنان؟ أنت لسه شاب يعني، أمامك إن شاء الله العمر. شو طموحاتك؟ والله طموحاتي، أنا عم بشتغل حاليا أنا ضمن طموحي، يعني أنا ضمن هالشركة. الشركة كانت أحد طموحاتي إنه أنا يكون في استوديو أو شركة بتردد عليها بشكل دوري بشتغل فيها الأشغال اللي بدي ساويها. أي نعم أنا تأخرت شوي بإصدار الأعمال، ولكن في خطة عم تشتغل عليها الشركة، خطة إنتاجية، خطة تسويقية للفنانين حتى الموجودين بالشركة. مو موجود لحالي أنا، في فنانين موجودين، فنانين كتير راقين وأصوات يعني رائعة. أصوات شبابية يعني ولا في حدا معروف؟ اي نعم، لا أصوات شبابية. في حدا معروف ضمن مصر، في فنانة اسمها سارة حافظ.
هاي سارة حافظ حتى طلعت مقابلة مع إسعاد يونس ايه ببرنامج صاحبة ايه. السعادة، إيه. فطلعت معها هي قالت مصر جبارة، مصر ولادة بالفن يعني إيه مصر. سبحان الله. وهي هي الشخصية يعني كتير حلوة، كحدا من التيم تبعنا كتير هيك في إلها طاقة إيجابية، بتعطي طاقة إيجابية كمان. يعني أنت الآن بدأت تشعر بأنك بدأت تخطو على الطريق الصحيح في مسيرتك الفنية، أنت من تماما، داخلك. تماما، 100%، أيوة. 100%. في شاب اسمه عمران اسماعيل كأنه من متابعينك أو من تلاميذك يقول بأنك جبار في مجال الإنشاد. هذا عمران صديقي، هو مو طيب تلاميذ، هو جبار جبار، طيب نسمع شيء من الإنشاد معناته. لعيونك حبيبي يا نور، والله انت عم تخجلني، انا عارفك تعبان وما بدي اضغط عليك، احنا بدنا نسمع بس يعني. خيو ظل عندك 20 دقيقة بدنا نعصرك فيهم عصر ال 20 دقيقة. لعيون التنتين، لعيون وبعدين التنتين. خلص خيو ما عاد اضغط عليك، خلص ترتاح وخلص. بس بقول لك ان والله لقاءات حب على، قادمة ان شاء الله يعني. ان شاء الله. انا احب على قلبي لولا انه التعب موجود، ولكن انا مستمتع جدا يعني بالحديث حبيبي بكل شيء مستمتع حبيبي. بمجال الانشاد. مم. خليني اقول لك شيء، بمجال الانشاد الصوفي كمان حلو هذا من ثاني. حلو ربما ينزل بعد فترة، بس ما كان ضمن الخطة اللي كانت مرسومة حلو حاليا. حلو. آه، عودوا بنور الوصل من غسق الجفا، فالهجر ليل والوصال صباح. عودوا بنور الوصل من غسق الجفا، فالهجر ليل والوصال صباح. في مقطع نسيت الكلام تبعه للأسف، يعني أنا جدا آسف، بس لا ليش لا، جميل. يعني. حلو حلو. طيب آه خلينا ندخل بشغلة، ايه. بقطعة أنا كثير بحبها، هي قطعة إنشادية. طاب لي خلع عذاري في هوى البدر التمام. طاب لي خلع عذاري في هوى البدر التمام. ادنو مني واروي عني، أنا في العشق إمام. ادنو مني الله. عني، أنا في العشق إمام. يا عذوري لا تلومني، ما على العاشق ملام. يا عذوري لا تلومني، ما على العاشق ملام. باصطباري وانكساري أبتغي نيل المرام. باصطباري الله. وانكساري أبتغي نيل المرام. الله 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 الله. انا بس ماني. ايه بس تفضل. قبل ما تاخذني بدوكة انت على قولة المصريين، اتفقنا انه بدنا نسمع منك. اسمع مني انا. اي نعم. وين وين والله يعني تفوتني بالزحمه لو طالع مع واحد مو فنان. اسمع بس وين. هاي الاخيره. يعني انا راح اقول لك مصطلح غير فني، لكن انا لما سمعتك صوتك
حنون رقيق، عذب، يعني مريح هيك، صوت طيب، صوت نظيف. يعني ما أعرف شلون بدي أعبر لك. أنا شخصيا أعتقد إنه مثلا لو غنيت لفيروز صوتك مميز راح يطلع هيك. أعتقد تتفق معي، أنت تعرف صوتك أكثر مني. والله فعلا أنا يعني طبعا كلياتنا ربينا على أغاني فيروز وكذا، وأنا كتير غنيت لفيروز، فأعتقد كمان أنا مثل ما أنت عم تقلي إنه بتنجح معي أغاني فيروز طيب رغم نسمع إنه ونحكم. بس ما تاخذني بالعجقة كمان، بدنا نسمع منك. خلص، راح بعد أغني لك واحدة بس. يعني صوتي للأمانة يعني مو وين، يعني هاوي بس. تبشر تبشر احنا هون ما لنا قاعدين عم نقيم، احنا تبشر هون. تبشر تبشر. طيب يا سيدي كلام عينك. خلينا نبتعد شوي عن السياسة، خلينا نقول شيء هيك يعني. شو كانت؟ أسامينا شو تعبوا أهالينا تلقوها، شو افتكروا فينا أسامينا، شو تعبوا أهالينا تلقوها، شو افتكروا فينا. الأسامي كلام، شو خص الكلام، الأسامي كلام، شو خص الكلام. عينينا هني أسامينا. الله الله. لا خضر الأسامي ولا لوزيات، ولا كحل بحري ولا شتويات. لا أسامي ولا لوزيات، لا كحل بحري ولا شتويات، ولا لون أزرق دم بياته، ولا سود وسام ولا عسليات، ولا لون أزرق أدم مبيعته، لا سود وسام ولا عسليات، ولا دار فيهم دار الخمار، دار وبلش يسقينا. الأسامي كلام، شو خص الكلام. عينينا هني أسامينا. في شباب تجرؤوا على أن يقولوا أنه غنيت أحلى من فيروز. يعني أنا لازم أقرأ لك اللي صار، وللأمانة غنيتها بطريقتك. هي مو كل واحد يسويها يعني أنا سمعتها بس بطريقتك، مو بطريقتها يعني. نعم. شيء جميل جدا، صوتك ما شاء الله عليك عذب جدا يعني. الله يحفظك ويخليك ويبارك فيك وتسمعنا شيء. اوه ماي جاد، يعني انت يا زلمه ورطتني ورطه. هلا انا راح اسمعك شيء. انا كتبت اغنيه ولحنتها انا جميل. كهاوي، يعني لا تاخذها يعني انا رجل هاوي مو هاوي، هيك عم ادندن ولحنت الاغنيه. فراح اغنيها بصوتي السيء، تمام، ومع اخطاء عرب وهذا، فتحملوني يعني، تمام، لانه انت ورطتني على اللايف يعني. فيك البركة، ولا تحكي عن صوتك سيء. تفضل يا سيدي. لا صوتي حلو، بس ما اعرف اغني بهيك حاله، اتلبك يعني، فراح يطلع الصوت شويه، لكن راح اغني لكم اياها يعني. طبعا هي من كلماتي والحاني الفنان والمطرب باسم الحاج. ما شاء الله.
لملم جروحك يا وطن، لملم جروحك يا وطن، لملم جروحك يا وطن، بيك احنا متقاوين، خلك على رغم الألم شامخ صلب لتلين. أرجوك ظل يا وطن، أرجوك ظل يا وطن، وانت سواد العين العين، لا تنكسر لا يا وطن، يا ابو الكرام يا ابو المحن، لا تنكسر لا يا وطن، يا ابو الكرام يا ابو المحن. ظل واقفي ولا تشمت عداياك، ظل واقفي ولا تشمت عداياك، كلنا إلك بالروح نفداياك، وبترابك يندفن أهلنا، بترابك يندفن أهلنا. وشكرا. يا سلام، شيء جميل جدا على فكرة. حبيبي حبيبي حبيبي، الله يسعدك. حضرتك من الشمال طبعا. أنا من الرقة، أنا من مدينة الرقة، وهي أغنية كاملة يعني، وكان يفترض أنه يغنيها أحد فنانين الثورة، وأعجب فيها جدا، لكن لظرف نفسي معين توقف يعني، ولا أنا وصلت له إياها يعني. ما شاء الله، جميل حبيبي جدا. حبيبي، شكرا. في أمل يعني شيء 20-30 سنة. فيك الخير والبركة والله. حبيبي يا نور. تمتلك الخامة الجميلة، تمتلك الأداء الجميل، إذنك نظيفة. ما بدي قيمك طبعا أنا، بس أنت لا لا، أنا مالي علاقة بهال يعني. أنا فهمان شو بدك تقول يعني. أنا الغناء بده ثقافة، بدك تفهم شو المقامات، فهذه يعني مثل ما تقول موهبة متفلتة، حصان جامح بده ترويض يعني، وأنا مالي بهالمجال، فهيك هواية مع الأصدقاء. وعلى فكرة مشان تعرف شغلة، المنطقة الشرقية تكثر فيها الأصوات الجميلة، وهي حتى فنيا منطقة مظلومة جدا جدا جدا. أي نعم. جدا، بحر من اللحن. وأنا في رأيي الشخصي يعني بحر اللحن في المنطقة الشرقية لا زال راقي، وفعلا في لحن وفي صوت وفي كلمات، ومن أرقى الكلمات، لكن المشكلة فهم اللهجة عند البقية من سوريا شوي صعب. لكن أنت لو تبحرت في الغناء الفراتي، مستوى الكلمة عالي جدا يعني، الصور جدا عالية يعني. طبعا. وعلى فكرة لتكون بالصورة، في نمط بالمواويل اسمه الموال السبعاوي، هو على فكرة يدرس بالمعاهد كموال سبعاوي، لأنه هو صار نظام قائم بحد ذاته. اللهجة هي قريبة جدا للهجة، خلينا نقول إن صح التعبير، اللهجة العراقية أو لهجة أهل الشمال السوري، المنطقة الشرقية. وهذا يسمى موال شرقاوي أو بغدادي، شرقاوي أو بغدادي، وهو من هي اللهجة يعني. هذا مثال يعني، مثال ولا ما تغني انت؟ ما راح نروح لبعيد. المواويل اللي غناها صباح فخري مثل مثلا: فتح بخدك ورود أشكال والواني، ايه بشميمها تنعش الغميان والواني. والواني، نعم أول شيء ألواني، هون والواني. أنا بعرف اللحن، لأنه بالعراق وبالمنطقة تبعنا بنكتب كمان أبوذيات، وهي نفس الفكرة يعني. 3 أشطر النهاية نفس الهاي، بس كل واحدة معنى. والشطر الرابع السبعاوي نفس الفكرة يعني، أنا أعرفه تماما. وأهل المنطقة بيسموه باللهجة البيضاء بيسموه العتابة، اللي هو 4 أبيات. العتابة، الفرق بين العتابة والأبوذية، الأبوذية تنتهي بإية، وهذيك تنتهي بآب أو آبا، وهي نفس الفكرة. أيوة نفس الفكرة. هلا أنت أضفت لي شيء لثقافتي الموسيقية على فكرة، وشكرا لك فعلا. يعني أسمعك أنا مثلا أبوذية، أنا أكتب أبوذيات مشان تعرف الأبوذية كيف. الأبوذية طبعا هو لون عراقي، لكن يكتب عندنا بكثرة. مثلا
هي من تأليفي يعني. سنين الطيب عافنا ولا جن، ما اجت لم تأتي. سنين الطيب عافنا ولا جن، عيوني اشتاقن الشوفك ولاجن. لاجت عيوني، لاجت يعني من الشوق. لاجن، عيوني ايه لاجن. ايه. بغلاتك من خلق انسي ولا جن، ذبحنا الشوق يا الرقة خطية. إيه هاي أبو ذية. يا سلام يا سلام، معلش تعيدها معلش من الأول، وإذا بتلحنها هيك بصوتك إيه. الجميل. لا ما انت عم تورطني، شو بدي لحن الأبو ذية ما أعرف يعني. طيب أحاول ها، أو أقول لك إياها وأنت لحنها. ماشي، هات لنشوف. يلا راح أقرأ لك إياها كما هي يعني. سنين الطيب عافنا ولا جن، وعيوني اشتاقن لشوفك ولا جن، بغلاتك من خلق انسي ولا جن، ذبحنا الشوق يا الرقة خطية. الله، أعطيني أول بيت بس، خليني لحنه. أعطيني أول بيت. سنين الطيب عافنا ولا جن. سنين الطيب عافن. هلا في العتابة، في مثلا أنا من ذاكرتي مثلا سعد البياتي مثلا، اللي هي مثلا هلك شالم على مكحول يا شير يا شير يا شير، سنين الطيب عافنا ولا جن. ممكن يعني أتوقع بهالشكل يعني. يا سلام جميل. طب كملها هيك بهالطريقة. طيب. سنين الطيب عافنا ولا جن، وعيوني اشتاقن لشوفك ولا يا جن، بغلاتك من خلق انسي ولا جين ولا جين، ذبحنا الشوق يا الرقة خطية. يا سلام جميل. حبيبي والله جميل حبيبي، بس في خبصات يعني. ما لنا قاعدين لنقيم هون إيه. لا أنا بعرف حالي، قلت لك ماني صوتي بيخبص في مواقع بعرفها يعني. بس والله استمتعت عن جد. حبيبي يا نور، الله يحفظك طول لي عمرك. سبحان الله، هيك الجلسة العفوية هيك اللي ما فيها تكلف يعني. لا فيها عناء يعني. بيكون ربما يكون على فكرة، ولا تستغرب، ربما يكون أعظم فنان بيروح لحدا بيحب جلسته وبيحب صوته، بس لأنه بيعرف إنه في صدق باللي عم يسمعه على الأقل. عرفت كيف؟ فهلا نحن عم نسمع شيء صادق فعلا. الله يحفظك طول. حلو فعلا، ونحن ما لنا قاعدين لنقيم والفن. لا قلت لك جلسة أصدقاء. ثانيا أنا أغلب اللي يتابعوني من المنطقة الشرقية، فأنت الآن يعني هو بالعادة اللايف يكون في أكثر للأمانة، لكن مر على اللايف الآن أكثر من 3000 4000 واحد، وأنا هاي الحلقة راح أقطعها، وإذا أرسلت رقمك على الواتساب لأني راح أحطها على اليوتيوب وراح أحطها على الفيسبوك بالتأكيد يعني، راح أقطع الحلقة كاملة بحيث تبقى في الأرشيف. لكن أنت الآن تعرف عليك جزء من أبناء المنطقة الشرقية، وأبناء المنطقة الشرقية إذا حبوا واحد بده يعني خلص يدعموه يعني. أهم شيء تعزمونا على مناسف وهالقصص. هاي أسهل شيء. هاي مثل مرحبا، سهلة هاي. بدي أسألك سؤال بس. تفضل. فضولي. إيه؟ في عميد اسمه نبيل الدندل كان منشد. إيه؟ هل هذا من عندكم؟ هذا من العقيدات، من دير الزور. من دير الزور. إيه. أنا وهو ننتمي لذات القبيلة يعني، هي قبيلة العقيدات، لكن إحنا مقيمين في الرقة وهو من دير الزور. إيه. هذا الشخص أثر فيني جدا، وعلى فكرة أنا تابعته بشغف وبنهم. إيه. اللي كان يعني في له تقريبا فيديوهين أو 3. إيه. نحكي على أسرار اللي كانت موجودة بهذيك الفترة كتير. هو كان بالدولة وكان رئيس فرع الأمن السياسي باللاذقية، لكن مرت عليه فترة شوي انحرف بآرائه، لكن يبدو أنه عاد يعني. تعرف أنت مناطقنا الشرقية لا زالت تحت سيطرة قسد. إيه. وأبناء المنطقة الشرقية ما بدهم قسد. هو بمرحلة ما شوية غير بها النقطة فلاقى هجوم، لكن عاد مرة أخرى.
لكن الرجل نعم منشق، ويعني من قبيلة كبيرة ومن بيت مشيخة، يعني له اسم يعني. نعم صحيح. الله ما شاء الله. صحيح. أنا نور يعني أعتقد وصلنا للختام، وأنت تعبت وأنت تعبان أصلا، وأنا ما أمل، لكن بدي أختم معك أولا على وعد أنه سنعيد الحلقة لما صوتك يكون في عم يصهلل، أو ممكن تكون لقاءات يعني كل شهر، نعملنا لقاء إحنا أصدقاء على التيك توك وعم نتسلى يعني مثل ما حكيت، جلسة يعني إحنا قاعدين قاعدة يعني. نختم بشيء لأم كلثوم ولا تحب تغنينا شيء ثاني أنت؟ من عيوني. لا بنختم لأم كلثوم لأنه لاحظت في كثير ناس عم تطلع. نعم. نور عنده فيسبوك وعنده متابعين كثير، وعنده على التيك توك يعني عنده متابعين أكثر مني ويستحق أكثر، وعنده على اليوتيوب. فالآن تابعوا كلكم يعني. وعلى فكرة لا تكون بالصورة، أنا متابعك من قبل ما تتابعني. بعرف أنت بعت لي شفت فيديو كنت عم تحكي على بوقتها لحتى أحدد لك كمان بوقتها. شفت شخص هيك يعني باين عليه الهيبة والوقار من حديثه، حبيبي، يقول على اتفاقيات الأخيرة اللي حصلت مع الخليج بتسليم السلطة ب 2025. وهون كانت البداية. أنا عملت لك فولو، عجبني هذا الأكاونت. تعرف هذا المقطع انتشر بقوة في الشام، في دمشق. أنا كنت بسوريا بعد ما تحررت أسبوعين، نزلت على سوريا، قضيت أسبوعين. ففي أحد الأيام يعني تعرف أنت متابعيني حوالي 30,000 يعني، ما هو المتابعة الكبيرة صحيح، في مقاطع ضربت. فدخلنا محل ألبسة بالمزة، فالشباب هم 3 يعني 2، صاحب المحل كان برا، فعم يطلعوا فيني هيك نظرة مريبة يعني. أوكي ما في مشكلة. لما دخل صاحب المحل وهو من الشاميين العتيقين، هيك شوارب مفتلة وشاب أنيق يعني 50 العمر، قال لي أنت مشهور شيء؟ قلت له أنا مشهور؟ طبعا معي أصدقائي 5، فأنا هيك نفخت حالي إنه في هذا متابعني بسوق. قلت له أنا؟ قال لي أنت مشهور، في لك مقطع. فطلع لي المقطع هذا نفسه، وقال لي إنه المقطع انتشر في دمشق كثيرا، كنا نشوفه بالخفية ونقول عليك هذا مجنون يعني، إنه شو عم يحكي، بده يسقط النظام وبده. فعرفني طبعا، وعلى أساس إنه بده يراعينا، وتعرف أنتوا الشوام شاطرين، فبدال ما يراعينا راح كبسنا يعني، بس إحنا اعتقدنا إنه راعانا يعني، بس هو كبس الشباب. معلش زرابي لا ولا يهمك. من فانزاتي، معلش خليك بزوم. حبيبي أنا يا أخي حبيبي أنا ما بتبطل هي سبحان لا الله. ما يقدروا، لا صعب. بس في شغلة تعدلت بالشوام، أنا شفتها من أرض الواقع، صاروا يدلوك صح. للأمانة. على فكرة أنا هي موضوع الدلالة بالذات كنت بالواحد المصرفي مع أصدقائي يعني، فقال لي في لي صديق ساكن بمنطقة الشيخ الحدين، فشو عم يقول لي في واحد عنا بالحارة بدل غلط يعني. الواحد بيقول له وين؟ بيقول له دغري وعلى اليمين، فبيروح دغري بيروح وبيرجع، بعدين بيقول له ما لقيته، بيقول له وين قلت لك؟ قال له دغري وعلى اليمين، قال له لا بالعكس دغري وعلى الشمال. فبيقول له ماشي، بيروح آخر شيء بيطلع المسجد على بعد فشخة، أو مثلا بقلب الحارة أو كذا. فهذا اللي أنا عرفته بحياتي إنه بدل غلط. بس لا حرام إشاعة. لا بس هي رايحة عشوام إنه بيدله غلط. تعرف ليش؟ هي للأمانة شوفيرية التكاسي بالشام للأمانة ما هي موجودة عندهم. يعني أنا مرة انكبست صواب في دمشق مشان أضحكك ما أنساه بحياتي. أيام أنا كنت أنزل على الشام، لكن بالبدايات ما كنت أندل كثير منيح. ففي مرة إذا تتذكر تحت جسر فيكتوريا كان في مطعم اسمه مطعم المصري، فول وتسائي ورا الجوازات، المرجع بظهرها تحت جسر فيكتوريا. فأنا وقفت شوفير تاكسي وقلت له سيدي الكريم تأخذني على الهجرة والجوازات، هي وراي مترين، بس أنا ما بعرف. قال لي طبعا هو استدرك إنه أنا غشيم فورا يعني، السؤال واضح إنه هذا البني آدم أبيض. قال لي هي بعيدة كتير. قلت له يعني إيش قد بدك؟ هذاك الزمان قديما. قال لي 250 ليرة. اي والله. قلت له 200 على اساس انه شاطر. قال يلا 200. فركبني ولففني لفه خيو اخذني ما بعرف وين من عند الحجاز وما بعرف وين، ورجعني قال لي هي الجوازات.
فأنا الله يعطيك العافية وهي 200. لما خلصت قلت لنفسي بدي أتمشى شوي بعدين أخذ تاكسي. فلما مشيت مترين ولا أنا عند مطعم المصري، طبعا مت من الضحك، أنا ما زلت يعني فرطت من الضحك وتلقنت درس لا أنساه في حياتي. يا إلهي يا إلهي. هي طعماني صواب على كيفك يعني. سفرية التكاسي كلنا بنعاني منهم، نحن أهل البلد إيه، نفس صحيح. بنعاني منهم. يعني دائما بيقولوا لك لما كنا مثلا نشب عن الطوق شوي، صار عمرك 18 سنة بدك تاخذ تاكسي على شي مكان، فدغري أهلك أول كلمة بيقول لك يا اوعى يضحك عليك، مم. من هون لهنيك مثلا 25 ليرة بهداك الزمان، إيه، من إيه. هون لهنيك 30 ليرة بالكتير، لا يضحك عليك، بيروح دغري بعدين ما بعرف شو، بعدين ما، لأنه نحن معانيين منهم أساسا، لا هم الشوفيرية هذول يعني. وعلى طول بنطابش معهم، يعني غالبا بنطابش معهم، قلما يجيك شي حدا ابن حلال ما يفاتشك وتكون هي مهنته أساسا وبيخاف الله فيها وهيك يعني. لا بس الدلالة هلا تمام، ما في أي مشاكل. أنا شهدتها على بأم عيني يعني. يا سيدي طمنتني الحمد لله. الأمور طيبة. أرجع. طيب نختم حبيبي نور مشان ما أطول عليك، نختم بأم كلثوم، وهاي فعلا ملتزمين بالساعتين، ممتاز يعني. نسيت النوم الله الله الله. وأحلام، نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت الليالي وأيام، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب، معها بعيش بعيد عنك، غلبني الشوق وغلبني وليل البعد دوبني ومهما البعد حيرني، ومهما السهر سهرني، لطول بعدك يصبرني، ولا الأيام بتبعدني بعيد عنك. الله، ختامها مسك. الله يحفظك. صوت جميل وشخص جميل، وهو أهم من الصوت يعني. كم من شخص صوته جميل لكن تنفر من شخصيته للأمانة يعني. شخص محترم وراقي، والله ما بدي أمدحك في وجهك، لكن ستصل بعيدا إن شاء الله بهالشخصية وبهالرقي وبهالأدب وبهالاحترام وبهالتواضع. إن شاء الله أنا أتنبأ لك بمستقبل كبير، وما شاء الله عليك حتى فوتوجينيك يعني، حتى وجهك ما شاء الله وسيم ويعني متكامل إن شاء الله. ومثقف موسيقيا ومثقف لغويا، فبإذن الله وهذا شيء نفتخر فيه احنا كسوريين، وأفتخر فيه. أنا سأسمي نفسي أني صديقك يعني، وأشرف بهذه الصداقة. الله يخليك، والله إلي الشرف. أنا ومثل ما حبيبي. قلت لك أنا تابعتك من قبل ما تتابعني لإعجابي بلغتك يا حبيبي. وفصاحتك ومحتواك الجميل، وإن شاء الله دائما نلتقي على خير، وأنا كتير مبسوط بهاللقاء. الله يحفظك. أنت مستقر في مصر؟ إيه إن شاء الله، معناته في نزلة قريبة لمصر بإذن الله نلتقيك إن شاء الله. يا سلام، يعني هلا صار العزيمة علي لأنه نحن نشوان بخير. لا حد عليك، بدنا ننتقم أخذته منك كثير. يا سيدي نعيمك والله. حبيبي والله ما تقصر، والله ما تقصر. أنا عندي كثير أصدقاء بمصر على فكرة، لأنه قلت لك أنا عملت بالسعودية كطبيب 7 سنوات،
فأغلب اللي كانوا زملائي بالمستوصف مصريين، ولا زالت العلاقة يعني مستمرة يعني. ونزلت على مصر مرة، رحت على شرم الشيخ. ففي خطة إن شاء الله لزيارة مصر إن شاء الله قريبا، وبإذن الله إذا حدث نتشرف بلقائك. والله إلي الشرف، وإن شاء حبيبي، الله إن شاء الله بتكون قريبة، ويعني بنغتنم فرصة القعدة معك شخصا. الله يطول لي عمرك. الحلقة هي راح أسحبها كاملة، أقطعها وراح أنزلها على اليوتيوب. إذا بدك تسحبها من اليوتيوب، أو إذا بدك أبعث لك إياها على التليجرام، لأنه على الواتساب صعب. إذا تحب تضيفها أنت أو كيفك. عموما إحنا متواصلين إن شاء الله. تمام، توكلنا على الله. حبيبي يا نور. شكرا لمتابعينك الحلوين، وشكرا لكل حدا هيك صبر معنا. يعني إن شاء الله تكون هيك القعدة دمها خفيف على الجميع، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. الله يحفظك، أنا متأكد إنه انبسطوا. على خير، الله يخلي لي إياك. حبيبي يا نور، شكرا حبيب القلب، شكرا لك. أمسية سعيدة إن شاء الله. وسلم لي على المنتج، ها ايه اكيد بيوصل. بلكي سمع صوتي، بلكي الله هيك يزبط لنا موال شغله. هذا بلا شك، بلا شك أكيد. حبيبي، شكرا لك، شكرا لك حبيب القلب، شكرا لك، شكرا لك.